زي ما انتم شايفين دي علبه تونه، بعلبه تونه واحده هتاكلي وتاكلي الاسره معاكي. ازاي بالعلبه الصغيره دي؟ هتخشوا معايا الفيديو ان شاء الله دلوقتي وتشوفوا ازاي بعلبه التونه ديت عملنا اكله تكفي 4 افراد او 3 افراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. لو انت جديدة عندي في القناة يا ريت تخشي كده تعملي اشتراك وتشير الفيديو عشان يوصلك كل جديد، وتدوسي على على اللايك. ولو انت من المتابعين اللي عندي برضو تعملي لايك وتشوفي الفيديو للاخر وتشيري الفيديو على قد ما تقدري، تدل على الخير كفاعله. النهارده زي ما انتم شايفين معايا النهارده سلطه التونه. سلطه التونه يعني من علبه صغيره عملنا طبق كبير ازاي يكفي يعني اسره، مش يكفي فرد. بالمكونات اللي احنا خلطناها على التونه ديت هتديكي طعم جميل جدا جدا، وفي نفس الوقت هتديكي كميه برضو كبيره جدا جدا جميله جدا مع العيش الشامي كده بقى حاجه كده تحفه. اتفضلوا بقى معايا، خشوا الحلقه ان شاء الله تعجبكم الحلقه. قبل ما تخشي حطي لايك. النهارده هنعمل مع بعض سلطه التونه. هنبتدي دلوقتي بالبوله بتاعتنا اللي احنا هنستعمل فيها الخامات بتاعتنا. معانا علبه تونه ايا كان بقى حجمها، كبيره صغيره. هنفتح علبه التونه كده وننزل بيها. كمون وبابريكا. معايا كده الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين عباره عن طماطم متقطعه اهيت مكعبات صغيره، فلفل اخضر متقطع مكعبات صغيره او حار تبع ما انت عايزه، زيتون مخلي، خيار، بصل متقطع برده مكعبات صغيره، عصير نص ليمونه كبيره او ليمونه صغيره، معلقتين من زيت الزيتون، معلقه طحينه. كل ده هيتقلب بقى كده مع بعضه. شكلها جميل ازاي. هنجيب بقى طبق التقديم وهتنزلي فيه كده. شايفين منظرها اكتر من رائع. من علبه صغيره عملنا طبق ما شاء الله كبير اهوت، يكفي وجبه غدا كده معتبره. وكده يبقى سلطه التونه بتاعتنا خلصت معانا.